الإكلير من أخف أنواع الحلويات وألذ أنواع الحلويات. النهاردة هنعمله بشكل جديد ومختلف. هنعمل عجينة الإكلير بالشوكولاتة، وهنعمل كمان حشوة الإكلير بالشوكولاتة وبدون بيض. يلا نشوف المقادير. نص كوباية مية على نص كوباية لبن، كوباية دقيق هنشيل منها معلقة كبيرة دقيق ونحط مكانها معلقة كبيرة كاكاو، 3 بيضات، نص كوباية زبدة على زيت، معلقة كبيرة سكر، ذرة فانيليا، ذرة ملح. في حلة هننزل بالسوايل، وهننزل بالزبدة والزيت، وهننزل بالسكر والفانيليا. أول ما يبتدوا يغلوا على طول ننزل بالمواد الجافة، الدقيق والكاكاو. في المرحلة دي هنهدي النار شوية، ونبتدي نعجن العجين كويس حوالي دقيقتين، لأن المرحلة دي مهمة جدا في سوى الإكلير عشان ما يشققش لما يدخل الفرن. هنعرف ازاي ان العجينة بقت تمام. هنلاقي طبقة كده رفيعة خالص رقيقة اتكونت في الحلة من تحت، وبكده الإكلير يبقى جاهز. هنسيبه يبرد تماما، وبعد كده هنضرب عليه البيض. هننزل بالبيض بيضة بيضة، مش هننزل بكمية البيض كلها مرة واحدة، هننزل بالبيض بيضة بيضة والفانيليا، ونضرب الإكلير كويس، وهنحطه في كيس حلواني. أنا استخدمت القمع ده. صينية هنحط فيها ورق زبدة أو مدهونة زيت لو مفيش ورق زبدة. أنا هنا ثبت الأطراف بتاعتها بعجين الإكلير. هبتدي أقطع الإكلير بالسمك اللي احنا شايفينه ده. في المرحلة دي هشغل الفرن على درجة حرارة 180. اللي ما عندوش تايمر هيبقى درجة حرارة متوسطة. هياخد من 40 ل 45 دقيقة. هبتدي احضر حشوة الباستري كريم. في حلة هنزل بكوبايتين اللبن ومعلقتين كبار كاستر، وهنزل ب3 معالق نسكويك بتاع الأطفال المحلى. هنقلب كل المكونات دي على البارد، وبعد كده هنرفعهم على النار. هنبتدي نقلب كويس لغاية ما السمك بتاعها يتقل زي ما احنا شايفين شكله. هنسيبه يبرد تماما. هنغطي الوش بتاعه بأي كيس بلاستيك أو بأي ستريتش. زي ما احنا شايفين الباستري برد. هكون محضرة كيس كريم شانتيه دريم، وهنضربه كويس معاهم. بصوا قوام الباستري بقى عامل ازاي، جميل جدا وطعمه لذيذ. جربوه هيعجبكم جدا بإذن الله. هبتدي اعمل فتحات في الإكلير من تحت بعد ما برد. حطيت الباستري في القمع، وهستخدم القمع الرفيع ده ان انا هحشي بيه الإكلير. هندخل القمع الخرم اللي احنا عملناها دي. هنلاقي الإكلير بدأ يتقل أول ما بيدخل جواه الباستري. هنلاقي السمك بتاعه وبدأ يتقل زي ما احنا شايفين. هكون بقى محضرة جنبي شوكولاتة سايحة في الميكروويف، وعليها معلقتين كبار زيت. نبتدي نزين الإكلير من فوق زي ما احنا شايفين شكله. هتبتدي تبرد تماما عليه، ونزينه بأي حاجة احنا بنحبها. جميل جدا جدا وخفيف. أتمنى تكون وصفة النهاردة نالت إعجابكم، وأتمنى أن كلكم تجربوها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. أشوفكم في فيديو جديد. باي باي.